اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وحشتوني كتير كتير جدا. الفيديو ده كده مش عارفه اعمله، مش راضي يتسجل ليه، عمال كل شويه يجيني تليفون. تمام. وحتى وانا بصوره بنتي 500 مره ترن عليا. النهارده قلت اعمل سينابون. فاول حاجه كده بدات بيها، حطيت خميره، معلقه خميره ونص كوبايه لبن وربع كوبايه سكر لبن دافي، وقلبتهم وهركنهم على جنب 10 دقايق يخمروا قبل ما اجهز بقيه المكونات بتاعتي. الحاجات بتاعتي بقى هي ايه: تلت كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه، بس يعني انا ببقى مطلعاه من التلاجة من بدري، فهنا سيحت التلت كوبايه دي عشان اعرف اعايره. وبعد كده نشوف بقى، حطيت بيضه واحط فانيليا، طبعا بيض يعني فانيليا على طول معاه، وهبتدي اقلبهم مع بعض كويس. واكون مجهزه كوبايتين دقيق منخولين عشان احطهم عليه واقلبهم معاه. بصوا طعمه خطير، العجينه بتاعته هشه عامله زي القطن كده، جميله جدا. لدرجه هجربها في حاجه تاني، هجربها بطريقه حاجه تاني كده واشوف هتبقى حلوه ولا لا. لو كده اصور لكم، او هعملها بعد كده واصورها لكم يعني. كذا مره ببقى عايزه اصوره لكم وبتعطل، يعني ليا سنه مثلا نفسي اصور لكم السينابو ومش عارفه بيحصل ايه وما بصوروش. فهنا كده هحط الدقيق شويه شويه، وبعد كده ابتدي بقى ايه، المضرب مش عامل مفعول يعني، فهعجن بقى بايدي. مفيش احسن من عجين الايد بصراحه. حاسه ان بقى تقيله على المضرب، فايه امسكها بقى ايه، احاول انطر المضرب واعجنها بايدي. هنا بقى هي بتلزق، احط شويه دقيق على الرخامه، هي معلقه واحده دقيق على الرخامه، واروح احط عليها العجينه دي. طبعا العجينه على الرخامه مريح جدا، يعني انا جربت كذا مره ان اعجن كده بالطريقه دي على الرخامه من غير بوله ومن غير اي حاجه، بتريحني جدا واسهل وكل حاجه. طبعا الرخامه بتاعتنا نضيفه على طول وبتتغسل وبتتطهر وكل حاجه. عجنتها كويس، بتبقاش جامده يعني، ما بتحطلهاش دقيق كتير، واركنها بقى تتخمر ايه ساعه. هنا هجهز السكر بتاعي، سكر بني، مفيش سكر بني هتبقى سكر عادي مع معلقه عسل. يعني انا حاطه نص كوبايه سكر، الكوبايه بتاخد معلقتين عسل. تمام. وحطيت معلقتين قرفه ومعلقه كاكاو خام، دي كده الكاكاو الخام. همسكهم بقى اقلبهم كلهم مع بعض واشوف انا هعمل ايه. فهي بتاخد وقت شويه في ان هي بتخمر مرتين، بس كنتيجه لا مرضيه جدا جدا جدا، يعني جربيها مش هتندمي. بس دي بقى من الحاجات المسكره قوي، يعني السكر اللي فيها، السكر اللي في الكريمه التونج اللي هيتحط على الوش، او السكر اللي هو فيها دلوقتي. انا كنت ناويه افرد على الورق، فبعد كده لا، انا الرخامه نضيفه واحط شويه دقيق وابتدي افرد على الرخامه احسن. يعني دوبك شعر الدقيق كده، وبركن بقى علبتي على جنب وابتدي اشتغل بقى فيها بالنشابه. انا بقى بفردها وزي ما تيجي، يعني انا مش لازم افردها وتبقى مظبوطه بقى بعدله ايدي، لا انا بتعدل لها يا جماعه علشان خاطر ما احيرش نفسي. لان العجينه ساعات بتطول ساعات بتيجي ما بتجيش مدوره، وهي اصلا المفروض ما تبقاش مدوره. فانا كنت حابه ان انا اعملها ايه زي حاجه مستطيله كده، عشان كده يبقى عندي كام اتنين مثلا صغيرين اللي هم من الطروف، عشان العجينه صغيره من الطرف، السماكه بتاعتها بتبقاش عاليه. وابتدي بقى ايه، احط لها زبده بدرجه حراره الغرفه. انا اخدها بالمعلقه كده ابتدي افردها، وطبعا في الاخر هتصرف هتعامل بايدي يعني، مش هغلب نفسي. هنا كده كنت ابتدي بقى ايه، اركن الزبده، هي اخر الزبده عندي وخلاص كده شطبتها. عايزه انزل اشتري بقى دي زبده نيوزيلندي. بنتي بقولها اديني السكر، بتديني السكر البودره اللي انا هعمل بيه البوتينج. فانا عايزه السكر ده، بفرد الزبده وابتدي افرد السكر عليها كويس،
وادوس عليه كده وابتدي بقى ايه انتي بقى ممكن تلفيها رول كلها، و يعني تلف رول وتبقى كده. لكن انا الاسهل لي وتقطع بخيط يعني، انا الاسهل لي واللي انا بعمله ان انا بقطعها بالشكل ده بالسكينه على قد الارتفاع اللي انا عايزاه، وابتدي الفها بقى رول وهي كده. يعني وهي قطع صغيره مش هعرف اتحكم فيها، لكن اتحكم في حته كبيره مع المرونه بتاع العجينه دي لا مش هتظبط معايا، هتلعبك مني، وانا الحاجه اللي بتلعبك مني اليومين دول بتعصب عليها يعني. ده شكلها اهو، عملت 9 وحدات. هنا بعد ما خمروا سبتهم ساعة ودخلتها الفرن. اجهز بقى ايه، دي ربع كوباية زبدة مع 6 قطع جبنة كيري. تمام، اقلبهم كويس جدا لحد ما يدوبوا مع بعض. بعد كده احط لهم كوباية سكر بودرة، واحط لهم 3 معالق لبن. دي شعرة فانيليا كده او ربع معلقة بقى. ما بقتش اكب بالازازة بقى عشان كنت بدلق بالازازة حاليا عشان مشكلة الغضروف والاعصاب عندي وكده، فايدي بتسيب ما بعرفش اتحكم فيها، فبقيت اتعامل بان انا اعاير احسن يعني. حطيت 3 معالق لبن. هنا كان خد 8 دقايق في الفرن بالظبط، الفرن كان درجة حرارته عالية. ف دي كريمة خفق، حطيت على كل واحدة معلقتين كريمة خفق. هدخلها بقى الفرن تاني 8 دقايق تاني. وانا في المرحلة اللي فاتت دي انا كنت فاكرة ان هي هتطق الصينية مني يعني. هنا اول ما طلع ابتدي بقى ايه احط عليه التوبنج اللي انا عملته ده، ونقدمه بقى، نبتدي نطلعه كده من الصينيه ونقدمه. بصراحه طعمه تحفه، العجينه بتاعته هشه جدا جدا جدا، بس كان مسكر قوي يعني. بما اني انا ليا فتره منع السكريات مش قوي فيها، فبالنسبه لي، بس انا جوزي شكر لي فيه يعني، قال لي حلو جدا. هنا كده اهو بسلكها بقى ايه، عايزه معلقه تاني. فعندي بقى بنوتي الصغيره دي اللي واقفه معايا على طول في المطبخ، كل شويه تقولي انا عايزه اطبخ لكم انا، اطبخ لكم انا. فربنا يستر علينا كده، لو اختفينا اعرفوا ان هي طبخت لنا لان احنا هنموت. ده كده اهو الشكل بتاعه، تحفه تحفه تحفه. جربيه والله ما هتندمي، بجد جميل جدا. لازم تدخل ايدها في النص. بألف هنا.